السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة كل حاجة حلوة في الدنيا. أي يوم بيعدي عليكم بيبقى حلو وجميل، وكل حاجة بتيجي من عند ربنا جميلة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا داخلين على شم النسيم وداخلين برضو على صيف وحاجات كتير كده. طبعا انتوا اللي هيبقى محتاج بقى ياكل أكلة، خلاص زهقتوا من الطبيخ والحاجات دي كلها. طبعا اللي بيحب الفسيخ بيحب السردين بيحب الرنجة، الحاجات دي كلها. آه، ان شاء الله تبقى حاجة خفيفة كده عليكم. انا هقول لكم النهاردة على طريقتي انا في تخليل السردين. هتاكلوا كأنكم بتاكلوا فسيخ بالظبط. قسما بالله تحفة 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 تحفة. طبعا انتوا شايفين كأنكم شايفين أنشوجة قدامكم، كأنكم شايفين فسيخ، حاجة كده واو يعني. يلا بينا بقى عشان نشوف الطريقة. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة. انا طبعا كده نضفته وحطيته في علبة، وحط عليها زيت، وحط كمان نضفت كده علشان هاكله دلوقتي، اللي هو بقى بالزيت والليمون، وهنحط كمان عليه طحينة، وهنظبط المسائل خالص مع بعض دلوقتي. يلا بينا نشوف السردين كان معانا ازاي وهنعمله ازاي دلوقتي. يلا نقول بسم الله. ادي السردين بتاعنا هفضيه قدامكم. انا جايبه سردينه موزه كبيره، بتبقى حلوه جدا جدا في التخليل بتاعها. بس انا ما بعملهاش يعني ايه، مش بعملها بالمصارين بتاعتها وبكل وبالراس بتاعتها والنغشيش والكلام ده كله. انا كنت الاول بعمله كده. دلوقتي النهارده انا هعمله لكم بطريقه حلوه قوي ونضيفه جدا، مش هيبقى فيها ريحه زفاره، مش هتبقى فيها اي حاجه للي هم مش بيحبوا ريحه الزفاره، يعني شاذه قوي فيه وكده. شايفين هو حلو قوي ازاي وجميل جدا. انا هغسله بقى تحت ميه كده، تحت الحنفيه ميه جاريه، نغسله غسله كويسه. وطبعا انا هنضفه وهرجع لكم كمان بعد ما نضفته واوريكم بطنه نضيفه ازاي، وهوريكم حلو ازاي. شوفوا حلو قوي. على فكره دي موزه بلدي، سردينه اسمه موزه بلدي، حلوه جدا جدا جدا. انا كده خلاص غسلته وكمان نضفته. انا هوريكم بس الحاجات بتاعته، الاشياء بتاعته اللي انا طلعتها منه. دي بتخلي ان السردين بيبقى زفر جدا. فانا بقى نضفته وخلاص طلعته. بصوا طالع منه بطارخ جميلة قوي عشان هو كان كبير. بس طبعا انا مش هعمل بيها حاجة يعني، فانا يا هرميها يا اما احطها في الفريزر لما نيجي مثلا نعمل سمك ولا حاجة. بصوا بقى بطن شايفين السردين وبطنه نضيف جدا جدا جدا. انا غسلته كويس قوي، ولازم يتنقع مش اقل من 3 4 ساعات يصفي الميه اللي فيه يا جماعه. الميه لازم تنزل كلها. طبعا انا غسلاه كويس قوي وهقلبه على بطنه دلوقتي عشان يقعد 3 4 ساعات على الحوض يصفي كل الميه اللي فيه. لازم ينشف خالص من الميه اللي فيه. شايفين الطريقه دي؟ يبقى في مصفى وتحطيه على الحوض يتصفى براحته خالص من 3 ل 4 ساعات. كده بقى احنا خلاص صفيناه وصفيناه كويس جدا. بصوا انا عاملاه ازاي على الحوض علشان خاطر ما يبقاش في اي رواسب ولا في اي حاجه. وبصوا شكله عامل ازاي. وبعد ما اتصفى كمان ما بقاش في اي حاجه خالص. في ناس بتنشفه بس انا صراحه مش بحب انشف وكده. لا انا بحب ان انا اصفيه علشان ابقى ضامنه ان هو ما فيهوش ميه خالص. تمام. شايفين قلبه عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة، وكان في اكله فظيع. بصوا انا عندي ملح وشطة وورق لوري مش اكتر من كده. انا مش هحط في قلبه شطة ولا ملح ولا كده، انا هحط من بره بس. انا عندي برطمان، تمام، او علبة كده كانت جايالي فيها حاجات، فانا هحط فيها دلوقتي السردين بتاعنا. تمام. هحط شوية بس من تحت، قلبيهم بس كويس في بعض كده وخلاص. وهنحط شوية في العلبة من تحت كده، وهنلف الموزة بتاعتنا بالشطة كده والملح ونحطها على طول. مش هتبقى محتاجة اي افتكاسة ولا اي حاجة خالص. بس هو الرك على غسيل السردين وان انتي تخليه يصفى ميته، هو دوت اللي مش بيخليه يجراله اي حاجة. هحط واحدة عكس عكيس، يعني لو واحدة راسها كده تبقى ديلها كده، لو واحدة ديلها كده يبقى راسها كده. تمام.
انا ما بحطش غير من بره بس، وهيطلع ملحه مظبوط جدا 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 من جوه. انا اكلته كان فظيع بجد، هتجربوه مش هتندموا. هخلص بقى الكميه واوريها لكم في الاخر. بصوا بقى انا خلاص خلصته، واللي فاض في الاخر حطيته من فوق الوش، وهسيبوه من اسبوع ل10 ايام لان دوت كبير، وكمان الجو لسه برد. تمام كده. طبعا انا دوت عملته يا دوبك، هو قعد الاسبوع ونضفته وحطيته في علبة كده. يعني بصي هتاكلي منه مش هتشبعي منه خالص، وان شاء الله تجربوا طريقتي فيه ويعجبكم. هنسيبه بقى. طبعا انا وريتكم في اول الفيديو بعد ما فتحت عليه، كان فظيع فظيع تحفة جدا. ان شاء الله تجربوه مش هتندموا. طبعا انا قفلته وحطيته في ظرف او حطيته في حاجة ما يجرالوش اي حاجة. اسبوع 10 ايام مش هيجراله اي حاجة. انا قعد معايا بالظبط يعني هو 9 ايام والعاشر يوم كنت بنضفه. بصوا بقى بعد ما استوى تحفة، تحفة قسما بالله، تحفة تحفة تحفة. وقلبه احمر وجميل ووردي كده وكان طعمه تحفة بجد. الدنيا لو مش بالليل دلوقتي كان قال الواحد قام طلع بقى طبق واكله دلوقتي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة ان شاء الله وتعجبكم، ودمتم في رعاية الله. شايفين بقى تحفة تحفة تحفة. انا مش عارفة اقفل الفيديو غير لما اخليكم تشوفوا كل تفصيلة فيه، يعني كل حاجة فيه تحفة بجد. بصوا انا يعني بيطلع ازاي بكل سهولة، وكان طعمه فظيع والله، جميل جدا جدا جدا. شايفين من بره. انا ما غسلتوش على فكرة، ممكن تغسليه لو انت مش حابة من عليه شطة، ممكن تغسليه او تشطفيه تحت الحنفية كده وتاكليه على طول، يبقى تحفة. واقول لكم مع السلامة.